السلام عليكم. فيديو اليوم الحد بتاريخ 5/5/2024. معانا في الفيديو إن شاء الله أسعار الرز الشعير والرز الأبيض ومخلفات الرز، وأسعار الذرة وأسعار القطن وأسعار الفول البلدي وأسعار الفاصوليا. لو أنت أول مرة تشوف القناة وحابب تشترك في القناة، بتنزل تحت الفيديو بتلاقي كلمة اشتراك، بتضغط عليها وبتفعل الجرس، وبكده يوصلك إشعار على الموبايل وقت تحميل الفيديو. بنقدم تقرير عن الأسعار في السوق، سواء أسعار الرز أو القطن أو الذرة باستمرار، وبنعمل تحديث للأسعار أول بأول. بالنسبة لسوق الرز، هنبدأ بسوق الرز. النهاردة في ارتفاع في الأسعار، ارتفاع في أسعار الرز الشعير، وده راجع لغياب العرض على المضارب. عرض قليل اللي موجود على المضارب، والعرض القليل ده موجود بسبب طبعا عدم رضا الناس، او الناس مش قابلة الاسعار اللي هي 15 واقل من 15. وطبعا انشغال معظم التجار في موسم توريد القمح الجديد، فده ادى الى ان العرض قليل على المضارب. ولما عرض الشعير بيقل طبعا الاسعار بترتفع او بتصحح نفسها، لان الاسعار كانت نزلت كتير. فده اللي موجود في السوق. بالنسبة برضه للرز الأبيض، فطبعا المستهدف من التموين في الرز الأبيض إن هو ما يزيدش في الأبيض الرفيع، ما يزيدش عن 27، وفي الأبيض العريض ما يزيدش عن 28. ده بالنسبة للرز السايب. المعبأ 28 في الرفيع و29 في العريض. ده المستهدف من الحكومة، إن الرز ما يزيدش عن كده. وبالنسبة لأسعار الشعير اليوم والأبيض، بالنسبة للأبيض العريض أعلى جودة، زيت وبخار وسولتكس، بضايع عالية في الرز الأبيض العريض ب26,000 للطن من أرض المضرب. وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب الجودة وعلى حسب نسبة الكسر وعلى حسب المكان. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع على جودة، زيت وبخار وسولتكس، البضايع العالية في الرز الأبيض الرفيع من 24 ل24,200 للطن من أرض المضرب. وقد تزيد البضاعة وتقل على حسب جودة الرز وعلى حسب نسبة الكسر. ده بالنسبة لأسعار الرز الأبيض، وده طبعا أسعار من أرض المضرب مش أسعار وصاة. بالنسبة لأسعار الشعير اليوم، زي ما قلت لحضراتكم في ارتفاع في أسعار الشعير. بالنسبة للشعير العريض وصل للمضرب اليوم يتراوح سعره من 16,800 إلى 17,000 وصل للمضرب. والشعير الرفيع يتراوح سعره من 15,800 إلى 16,000 وصال للمضرب للطن. ده بالنسبة لأسعار الشعير وصال للمضرب. أسعار التحميل والتنفيذ في الشعير الرفيع اللي اتنفذ بقى النهاردة، وإن كان التنفيذ قليل بسبب طبعا قلة العرض. التنفيذ في الشعير الرفيع من 16 من 15,500 ل 15,700 للطن تنفيذ اليوم من على الأرض. والشعير العريض من 16,500 إلى 16,700 تنفيذ وتحميل من على أرضه اليوم. ده بالنسبة للسوق. وزي ما قلت لحضراتكم لو حصل جديد هنعرف حضراتكم على طول في السوق. بالنسبة لأسعار المخلفات، سرسة مطحون من 1600 ل 1800 للطن من أرض المضرب. سعر الكسر من 12,800 ل 13,000 للطن من أرض المضرب. وسعر الجونة من 10,800 إلى 11,000 للطن من أرض المضرب. ده بالنسبة لسوق الرز اليوم. أما بالنسبة طبعا للقطن، فطبعا بعد انتهاء المزاد الاستثنائي اللي تم، اللي حضراتكم تابعتوا أسعاره، في طبعا كان في مفتوح مخازن ولسه ما استكملتش الكميات بتاعتها. فخلال النهاردة أو بكرة هيكون ده آخر يوم لاستلام المخازن اللي هي لسه ما كملتش بقية الكميات. والأسعار دلوقتي خارج المنظومة بتتراوح من 9,000 إلى 9,500. قطن جيزة 94. وده طبعا الأسعار اللي التجار ممكن يشتروا بها أو يشتروا بها. إنما التنفيذ يعتبر مفيش تنفيذ،
يعني يعتبر اللي موداش في المزاد الاستثنائي ممكن يكون هيسيب القطن للسنة الجاية إن شاء الله. ده اللي موجود في سوق القطن حاليا. بالنسبة للذرة، في ارتفاع في أسعار الذرة البرازيلي والأرجنتيني، ارتفعت في حدود 400 جنيه خلال اليومين اللي فاتوا. أما الأوكراني فهو الارتفاع كان في الأوكراني أكتر من البرازيلي والأرجنتيني، فالارتفاع في الأوكراني في حدود 800 جنيه ارتفاع امبارح والنهاردة. والأسعار بالنسبة للبرازيلي صب أرض المينا ب12,000 للطن، والأرجنتيني صب أرض المينا ب12,000 للطن، وبالنسبة للأوكراني ب11,500 للطن صب أرض المينا. ده بالنسبة لأسعار الذرة المستورد. بالنسبة لأسعار الصويا في ارتفاع برضو ملحوظ في الصويا 200 جنيه. صويا 46% بروتين 26,200، وصويا 44% بروتين ب25,200 للطن صب أرض المين. بالنسبة لأسعار الذرة المحلي، التنفيذ والتحميل لدى التجار اليوم في الذرة المحلي الأصفر الطن 11,200 إلى 11,500 على حسب المكان. وفي الذرة الأبيض البلدي من 10,500 ل10,700، وده تنفيذ التجار اليوم. ممكن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى على حسب طبعا التنفيذ وعلى حسب التجار ومشترياته. ده بالنسبة لسوق الذرة. بالنسبة لأسعار الفول البلدي، سعر الفول البلدي النهاردة الرفيع، البضايع العالية، بنقصد البضايع العالية البضايع اللي هي أعلى بضاعة في السوق، الجودة بتاعتها عالية، يتراوح سعره من 3,700 إلى 4,000 على حسب المنطقة. يعني في بضايع عالية ب3,700 في منطقة، نفس البضاعة ممكن تلاقيها في منطقة تانية 3,800 3,900، وفي نفس المنطقة أخرى ممكن تلاقيها 4,000. فهي دي كلها بضايع عالية. البضايع القليلة بتقل في الفول البلدي بالذات. البضاعة القليلة عشان بس الناس اللي عايزة تخزن في التلاجات دايما خزن البضايع العالية، لأن البضايع العالية هي اللي بعد كده بيبقى فيها البيع والشراء. البضايع القليلة بيبقى تقيلة في بيعها وشراها. طبعا الأرداب 155 كيلو خام، ده بالنسبة للفول البلدي. وطبعا التخزين قليل في الفول البلدي، اللي بيطلب تخزين بيبقى قليل في الطلب بتاعه. فلو حصل طلب على التخزين الأيام الجاية هنشوف بيبقى في تحرك في الفول ولا هيستمر أسعاره على نفس الأسعار. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإن شاء الله لو حصل جديد في السوق نعرفه لحضراتكم أول بأول. والسلام عليكم.